هاي يا أمارات، يلا بينا نعمل مع بعض حمام محشي رز بالطريقة بتاعتي. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة علشان ما يفكش منك والرز يطلع مستوي ومفلفل والحمام متحمر ولونه ذهبي ومقرمش. شايفين الجمال؟ الحمامة مستوية كويس والرز مستوي كويس ومتفلفل وطعمه تحفة. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. انا هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. هنجيب الحمام هنغسله كويس بملح وليمون ودقيق وننشفه من اي سوائل كويس جدا. ممكن تشيلوا الرقبة وممكن تسيبوها عادي، انا شلتها هنا بقى هنعمل الخلطة اللي هنعتمدها في كل تتبيلة الحمام والفراخ اللي بيتحشي، بيخلي طعم اللحم تحفة. بصلة كبيرة مفرومة ناعم عليها ملح وفلفل اسود بس. هنبتدي نتبل الحمام من جوه ومن تحت الجلد وفي كل مكان كويس. هنسيبه بقى في التتبيلة دي شوية لغاية لما نخلص الحشوة بتاعة الرز. في طاسة سخنة هننزل بمعلقة زبدة كبيرة مع بصلة كبيرة مفرومة خشن، عليهم رشة ملح وفلفل اسود. لو انتوا بتحبوا الكبد والقوانص بتاعة الحمام، دي المرحلة اللي هننزل فيها بالكبد والقوانص متقطعة صغير، وهنسيبها تتشوح مع البصلة لغاية لما تستوي. هننزل بأربع كوبايات رز مغسول ومتصفي كويس بعد ما البصلة اخدت لون دهبي. مامتي معلماني ان كل حمامة بتاخد نص كوباية رز. هنقلب كويس وهننزل بباقي التوابل، رشة ملح وفلفل اسود تاني، نص معلقة قرفة صغيرة، نص معلقة كاري، مرقة دجاج فورية، توابل مشكلة من كل حاجة، جنزبيل بودر ورشة جوزة الطيب. هنشوح الرز كويس وهننزل بكوبايتين مية سخنة. هنهدي عليه النار ونسيبه يستوي نص سوا. عايزة اقولكم ريحته يا جماعة عظمة. خلطة التوابل دي بجد حكاية، لازم تجربوها. بتخلي طعم الحمام حلو وجميل، والتوابل مش طاغية على كل حاجة فيه. هنا بقى هنبتدي نحشي الحمام. هنمسكه بالراحة من فوق كده عشان الجلدة دي ما تتقطعش منك. هنبتدي نحشي الرز كويس لحد ما الحتة دي تتملي وتبقى مناسبة انها ما تفرقعش في المية وما تبقاش معجنة برضو لدرجة ان الرز ما يستويش. هنحشيها من جوه ومن تحت الجلد، وكل ما نحط رز نضغط عليها بايدينا كده عشان الرز يبقى مفلفل ومستوي كويس، ما يبقاش طالع ني او متعجن. هنقفل عليها الرجلين من تحت كده بالطريقة دي، وممكن تقفليها بخلة زيادة تأكيد عشان ما تتفتحش في المية. وكده تبقى الحمامة اتحشت بطريقة جميلة. معايا حلة فيها مية مغلية، هننزل بالحمام. معايا بصلة متقطعة وجزر ولورا وحبهان وفلفل اسود حب. هسيبه لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع على حسب. كل شوية تبصي عليه وممكن تجربيه من عند الجناح كده بخلة. لو لقيتي الجناح الجلد بيطلع معاكي بسهولة كده هو تمام استوى. هنا الحمام كان استوى جميل زي ما انتوا شايفين، مفكش مني خالص ولا اتفتح وقع رز في الحلة. الشوربة كانت صافية وجميلة. هنا هنحمره. هنجيب طاسة فيها زيت سخن، هنزل عليه بمعلقتين زبدة. الزبدة هتديله لون ذهبي وهتخليه يقرمش ويبقى ريحته وطعمه حلو. هنحمره ونخليه ياخد لون ذهبي من كل ناحية بس، وهنقدمه ويبقى بألف هنا. شكله جميل ولونه تحفة وعامل زي بتاع المطاعم. عظمة يا جماعة عظمة، لازم تجربوه بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.